اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم راني جبت لكم هذه شيربات هذه اللي حست على ملايين المشاهدات. شيربات بوفاريك معروفة جزائريا ويموت عليها الشعب الجزائري خاصة في رمضان. راني جبتها لكم بمقادير مضبوطة وطبيعية 100%، ما دايرين فيها حتى نوع من الأحماض، وراح نديروها بكمية كبيرة تقعد لنا حتى 3 أيام ولا 4 أيام إن شاء الله في شهر رمضان. راح نسحقوا السكر 750 غرام، ونسحقوا قرعة ماء تاع سعيدة 5 لتر، نقصوا منهم لتر ونص. دوكا تشوفوا كي نعودو نديرو فيها راهي سهله بزاف وبسيطه، يعني كيما راكم تشوفوا لهنا راه وليدي راه يدير فيها معايا. وراح نسحقوا عصير تاع 4 حبات قارص، انا لهنا راني عصرتهم ووجدتهم ودرت لوزاز تاع 3 حبات قارص، ولوزاز هذا يبقى اختياري، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش، يعني هو راح يزيد لنا في النكهه تاعها. وزيد ايضا نضيفوا مغرفه تاع لافاني هنا تبقى اختياريه، اللي يحبها يدير واللي ما يحبهاش ما يديرهاش. كما قلت لكم السكر راهو بالجرام 750 غرام، ودرك راني راح نكيلو لكم بالكيسان. لهنا عندنا كاس سكر الاول، ونضيفوا الثاني، وهذا الكاس الثالث كما راكم تشوفوا في الصوره راه دات معنا حوالي 4 كيسان، يعني دوك نكملهم لكم كامل. وهذا هو الكاس الرابع، هذا الكاس تاع 250 مليلتر، دالي 4 كيسان كما راكم تشوفوا في الصوره. الكاس الرابع ناقص صبع. دوكا كيما راكم تشوفوا راه يخض فيها مليح في العمليه هذه لازم نخضوها، ندخلوا داك السكر يذوب معنا، ومن بعد ما يذوب معنا السكر نضيفوا لها القارص. هذا القارص تاع 4 حبات، واللي يحب يضيف اكثر يزيد. ولهنا درنا لها مغرفه مش معمره مليح نتاع لافاني ثاني تبقى اختياريه. وهذو لوزاز تاع القارص يمدوا بنا هايله، من بعد ما نديروهم ماكش حتحسي بهم خلاص. وتقدروا ايضا اللي ما يحبش الكو تاعهم يقدر يصفيها، وتقدري تخلي شويه تاع السكر وتميكسيهم معاهم. الاضافه الاخيره هي كاس تاع الحليب. الكاس تاع الحليب نخليوه هو الاخر خلاص، وبعد ما نكبوه نخضوه مليح تما ما نعطولوش فرصه، نقعدوا نخضوه بيان باش ما يروبش معنا. هذه العمليه هذه تحب شويه مجهود. وتقدري ايضا تحطي فيه غيسيبيون كبير وديري بالميكسور. وهذه هي الشربات اللي تحصلنا عليها بكميه كبيره، وايضا يعني ذوق روعه. مصدقوني غير احسن من هذيك اللي نزيدوا لها النوع الاحماض حمض سيتريك وليزاروم، وهذيك احسن بشي كثير، يعني طبيعيا انا ننصحكم بها احسن من نزيدوا لها ليزاروم. وهذه كما راكم تشوفوها نكبها معكم، القوام تاعها جهيل. جربوا الوصفه، مقادير قليله وكميه كثيره. والذكر تاع اليوم هو لا اله الا الله محمد رسول الله، خفيفه على اللسان ثقيله في الميزان، كلمه نلقى بها الله. وهذه الشربة تاع اليوم جات بينا روعه، حاجه تخدميها في دارك خير ما تشريها من برا، على بالك واش راكي دايره فيها. وايضا بالنسبه للكميه تاعها ثمن بسيط. لهنا انا راني خدمتها بالماء بارد من الثلاجه، كما راكم تشوفوا بني مباشره قاعد يشرب فيها. كما راكم تشوفوا ما تديش خلاص معنا الوقت، يعني 5 دقائق وانت موجدتها، خاصه اذا كان الماء بارد توجديها مباشره تشربي. والشربات راهي تشرب بارده يعني مليح، يعني كي تخلصيها مباشره حطيها في الكونجيلاتور. وما تنساوش دعموا الفيديو هذا بالجيم ولي بارطاج باش تعم الفائده، خاصه رانا داخلين على شهر رمضان باه الناس الكل تتعلم هذا الفيديو ان شاء الله وتتعرف عليه. والدال على الخير كفاعله، يعني للجميع راه عنده الاجر ان شاء الله.
نقول لكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بقاو على خير، فرجة ممتعة ان شاء الله، تصبحون على خير.